في إطار متابعة وتيرة التنمية بالولاية المنتدبة أفلو، قام والي ولاية أخواط محمد بن مالك مرفوقا بالوالي المنتدب لأفلو يونس بن مراح أمس الاثنين بخرجة ميدانية إلى بلديتي أفلو وبريدة، أشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع والمرافق. المزيد مع عبد القادر بوشريط. وكان المخصص لولاية أفلو، والذي من خلاله نقرب الخدمة من المواطن فيها وكالة تجارية. بالإضافة إلى ذلك كاين لها المقاطعة التقنية للغاز، ما يخفاكش بلي منطقة باردة، بلدية بريدة، حاج مشري، توليالة وعين سيدي علي معاها. عين سيدي علي معاها. عندنا قلت سيدي سعد الثاني اللي راهي في إطار الإنجاز قريبة لها. هنا خير دونك إن شاء الله راح ينفع فيه. قلت سيدي سعد عن قريب حلوا ثاني المنشأة اللي فيها مقاطعة تقنية للغاز، مقاطعة تقنية للكهرباء، وكذا تجارية. الزبائن الكلي اللي هنا برك على سبيل الذكر هو 8085 زبون كهرباء، وكذلك 5600 تقريبا 5500 زبون في الغاز. من البيضات يعني الدولي بيان سور.